بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير. الفيديو بتاعنا النهارده سهل وسريع وبيتي بيتي. النهارده هنعمل مع بعض الزبادي البيتي. معايا بقى نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الاول ونصلي على النبي قبل ما نعمل اي حاجه. معايا دلوقتي 2 كيلو من اللبن، حطيناهم على النار، هنقلبهم لغايه ما يغلى كده. لازم تجيب اللبن بخيره علشان يديكي طعم دسم كده وحلو. معانا 2 كيلو لبن، وتكوني جايباه من مصدر موثوق منه، مش اي لبن. تجيب 2 كيلو لبن وتغليهم على البوتاجاز، وبعدين لما يغلوا تجيبيهم على الرخامه كده زي ما انا بعمل كده اهو، خطوه بخطوه. تابعيني. هنحط عليهم معلقتين من السكر وقلبي لغايه ما اللبن هيهدى معانا واحنا بنقلب السكر. احنا عاوزين اللبن يكون دافي زي دمعه العين كده، ما يكونش سخن. ماشي يا جماعه؟ قبل ما نحط فيه اي حاجه تانية، اي اضافات، لازم يكون اللبن بتاعنا هدي شويه. معايا بقى علبتين من الزبادي العلب الصغيره. لكل كيلو لبن معايا علبة زبادي. معايا علبتين زبادي زي ما انتم شايفين كده. هناخد من اللبن بقى بتاعنا اللي احنا غليناه وهدي شوية، هناخد مغرفتين لبن كده على الزبادي ونقلبه بعيد عن اللبن في بولة لوحده. شايفين يا جماعة اهو؟ يلا يا جماعة، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي اول مرة بيتابعني يا ريت يشترك معايا. شايفين يا جماعة؟ وكل سنة وانتم طيبين. كده هنقلب بقى الزبادي اهوت. نفك الزبادي بكوبايه بالمغرفتين اللبن اللي احنا عملناهم، وهياخد اللبن والزبادي هياخد درجه حراره اللبن اللي احنا حاطينه. شايفين كده؟ نزلي بقى الزبادي اهو وقلبي برضو تقلبتين كده. هو كده اللبن دفي معايا. شايفين؟ احلى زبادي بيتي هتاخديه كده. ده ما بيتباعش في السوق، البيتي بيتي بخيره. وانت اللي انت ضمناه، انت اللي عاملاه. هنجيب بقى البولات، ممكن تحطي في كاسات، في كوبايات، في بولات، في فخار، اللي انت عندك كله حطيه. معايا بقى كده عن البولات اهوت. هنغرب بقى كده. وطبعا شايفين البولات، يعني بسم الله ما شاء الله، تاخدي علبة زبادي كده على السحور هتاخديها. ويعني ايه؟ مش العلب الميني الصغيرة، لا، هتاخدي العلب الطبق طبق. بسم الله ما شاء الله عليه. الاتنين كيلو لبن عملوا لنا كمية كبيرة جدا. وعلى فكرة ملهوش اضافات تانية، لا هتحطي بقى لبن بودرة علشان يمسك ولا ما يمسكش، لا، هي علبتين الزبادي. وما تكتريش الزبادي كمان، هما لكل كيلو علبة زبادي من الصغيرة. كده بقى رصيناها في صينية اهوت. وهنجيب مية مغلية ونحطها في أرضية الصينية اللي احنا حاطين فيهم البولات بتاعتنا بتاع الزبادي. وخلي بالك وانتوا بتحطي لما المية تيجي على الزبادي. خلاص احنا كده مسخنين الفرن بتاعنا، ايدينه مسخنينه، وهنطفي عنه. وبعدين نحط الزبادي بتاعنا في الفرن. شايفين يا جماعه اهو؟ انا بقى الكوبايات دي قطعت فيها فراوله. قالوا لي حطي فيها فراوله يبقى زبادي بالفراوله. انت ممكن تضربي الفراوله وتحطيها مع الزبادي، يبقى ايه؟ كاسات زبادي بالفراوله. انما هم قالوا لي قطعيها قطع كده صغيره في ايه؟ في قلب الزبادي. ده طبعا ايه؟ بحريتك انت، ممكن تحطي اي فاكهه انت عايزاه. كده شايفين يا جماعه؟ طلعناه من الفرن، يعني انا حطاه بالليل، تاني يوم طلعته حطيته في التلاجة. وده هي النتيجه باينه قدامكم اهي يا جماعه. شايفين؟ شايفين التماسك؟ شايفين؟ انا بوريكم في البوله ازاي، انا تانيها لكم علشان تشوفوا التماسك بتاعنا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. وقشطت عليه بقى كده بخير وبخير وبخير. شايفين يا جماعه؟ ابو فراوله. بسم الله ما شاء الله علينا. شايفين؟ اللي يتابعني خطوه بخطوه تطلعي احلى زبادي. شايفين؟ يلا ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك يا جماعه ان كنت عجبتكم واستفدتوا مني باي حاجه بسيطه. شايفين يا جماعه الوش بتاعه؟ تبارك الله. بسم الله ما شاء الله علينا. شايفين؟ بخيره. طبعا ما بتجيبيش الحاجات دي من بره. اهو زبادي بيتي بقى مية مية. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. وطبعا انت حابة تعمليه بأي طعم انت حباه، بأي فاكهة انت حباها ممكن تحطيه. الفاكهة اللي تعجبك حطيها، مش لازم يعني فراولة زي ما انا عاملة فراولة تعملي فراولة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. كل سنة وانتم طيبين.